قال يا عم ابراهيم انا اسف يعني اتفضل يا اخي ايا كان يعني 55 سنه وتقول لي عايز احفظ القران، يا راجل ده كلام؟ هو ده ينفع؟ او نفس حضرتك جت لك انت بتقول ايه؟ ده 30 سنه مش قادر يحفظ القران، ده 25 سنه وبيعاني اصلا ومش عارف يحفظ القران، فجاي بعد السن ده كله وتقول لي احفظ القران؟ يا عم لا، ما تحفظ القران ولا حاجه. ويعني في البدايه طبعا الواحد بيقابله بعض المشاكل في الحياه. يعني مثلا يقعد يفكر كويس، مثلا انا مسؤول دلوقتي عن مسؤول عن 40 جهاز لازم يكونوا يعني ما فيش اي مشكله خالص في السوفت وير والهاردوير بتاعهم، وقبل اللجنه، واللجنه 3/4 ساعه، وبتبقى بتنزل من على النت وميعاد محدد، وما فيش فيها يعني ما فيش لعب. يعني عندهم في موضوع اليونسكو ده وامتحانات ISDL ده اساسا مش امتحان كابتن الدول ويقعد يحل ويخرج، لا ده بالثانيه وبالدقيقه، ومحتاجه تنظيم، محتاج اشوف يعني كل معمل فيه كام تستر، ومن طب هو لو تعب تستر ده مين اللي يبقى الاحتياطي بتاعه؟ طب ده بيجي لي QA كواليتي اشورنس بتاع من نظام من اليونسكو وبيتابعني. طب ممكن يعني نتيجه اهمال او نتيجه ان مهتم بحاجه تانية شغله يبوظ وكلام زي كده، فبيجي لي يعني وساويس كده. ولكن بدات اقول لا الحمد لله ان ربنا ييسر القران، يسرنا القران للذكر فالمدكر، ربنا ييسره لنا، فاحنا نستغل هذا التيسير ربنا ييسره لنا ده ونتوكل على الله. فبدات الحمد لله بفضل الله اروح للشيخ الشيخ عادل الحمد لله، وبدات مثلا انا مثلا عندي النهارده هحفظ يعني هسمع له الربع اللوح بتاعي، فابتدي بالليل ابتدي اجهزه قبل ما يعني بعد ما تخلص شغل، بعد ما اخلص شغل بالليل قبل ما انام، ابتدي ابص على الربع كده واظبطه، وابتدي اشوف يعني بدايات الايات. طب ايه الصفحه دي فيها كام ايه؟ طيب الصفحه اللي بعدها تبقى صفحتين ونص، تبقى احاول اربطهم مع بعض. طب ايه الموضوعات الموجوده هنا؟ الايتين دول او الثلاثه دول في مكان موضوع، وده موضوع ثاني وده موضوع ثالث، اربطهم كده بعض. طب يعني طب نهايه الايات يعني احاول ابص عليها كويس واركز عليها كويس واقوم قاريه، وخلاص بعد ما المه كده احاول المه على قد ما اقدر بالليل، واقوم صبح الصبح الفجر بعد الفجر اقوم قاريه، وبعد كده افطر والبس وانزل الشغل. وانا رايح الشغل اسمع اقعد اسمع. بركب 3 مواصلات، كنت بشتغل في دمياط الجديده فبركب 3 مواصلات، مواصله العصر وبعد كده مواصله دمياط الجديده، ومن دمياط الجديده بركب الرابعه. فطول ما انا رايح اقعد اسمع فيه واقعد يعني اكرره. بعد كده وانا راجع من الشغل اقعد اسمعه برضه سماع. بعد ما ارجع اقعد اراجعه كده كويس تمام. اجي ثاني يوم اروح اسمعه للشيخ وابتدي الجزء اللي بعده، وابتدي كل فتره اراجع اللي فات، والشيخ كان يعني يراجع لي اللي فات، ربنا يكرمه ويبارك فيه. فبعد ما خلصت الختمه دي مع الشيخ عادل سعد، قعد سنه قعدت حوالي سنه. جبت من المصحف من الاول للاخر الحمد لله. خلصت في سنه. فبعد كده رحت للشيخ محمد الفتاح ربنا يبارك فيه ويحفظه. بدات معاه بقى من بدايه ثانيه، بدات اعمل ختمه ثانيه بحفظ وثاني اجازه فيها الحمد لله. وبدات بعد كده بدات معاه في بقيه القراءات الحمد لله بفضل الله، لغايه ما ربنا اكرمني وخلصت 10 قراءات الحمد لله. 10 قراءات؟ 10 قراءات الحمد لله. 10 قراءات الحمد لله ان شاء الله. يعني حضرتك بدأت مثلا في القراءات 56 سنة؟ حوالي 4 سنين وشهرين كده، يعني من 56 ل 60. ما شاء الله. ده معنى كده الانسان لا يأس ابدا. بالظبط صح. وده يعني ده هدف الرئيس النهارده، ان احنا اقول للناس الكبار، اقول لهم يا جماعه انا مش يعني والله انا جاي فعلا وخايف جدا، وقلت قلت لك يا شيخ احمد، قلت لك انا خايف ليكون الموضوع ده عشان الناس يقولوا ده فلان قارئ. انا مش قارئ ولا حاجه، ده انا غلبان واسان. انا والله يعني زي ما قلت لك، يعني قلت للشيخ احمد، الشيخ احمد ابو ضية ربنا يبارك فيه من الناس المتخصصه، قلت له القران ده فيه 3 انواع من العاملين في مجال القران. في ناس فيه هو زي اساسا غير متخصص، انا درست بالانجليزي في كليه العلوم، غير يعني فيه هو، وفي متخصصين زيك زي خريجين المعاهد قراءات وخريجين كليه القران، وفي ناس تجار بالقران، تجار شغلتهم انهم بيتاجروا بالقران وكل همهم الفلوس ويلموا الفلوس وده بكذا والحصه بكذا، واللي يغيب الحصه بتاعته راح يتعلمها ان اللي يكون دافع ثمنها والكلام ده يعني، والاجازه بكم الف والكلام ده يعني يعني قلت له في 3 انواع من العاملين في مجال القران. فانا اساسا انا الحمد لله من الهواه وربنا يتقبل مني، ربنا يبارك فيك. وانا من الشيخ